بعد انهزامه أمام السويد بنتيجة 36 مقابل 22 وفرنسا 30 مقابل 27. من خلال بعض الأرقام والمعطيات المباراة يمكن أن تكون لصالح المنتخب المصري. فالمنتخب التشيكي يشارك في 12 دورا باسم تشيكوسلوفاكيا، وأول مشاركة له كانت عام 1954. فاز باللقب العالمي في دورة 1967 وست مرات باسم جمهورية تشيك، بينما المنتخب المصري يشارك للمرة الثالثة عشر. أول مشاركة له كانت عام 1964، أما أحسن نتيجة له في المركز. حاول تفاوت الخارجي والتفاوت الداخلي، يتمكن دفاع قوي لحد الآن من طرف الأحمر يتمكن من إضافة من تسجيل الهدف الأول لفريق فريقي أحمد الأحمر اللي نشاهدوه على الصورة. عيسى إبراهيم دائما نفس القوة نفس العمل. عيسى إسلام 190. أين نجد جيشا فيليب وكذلك. Number 6, Ahmed Abdelrahman. لينهار يفتح مجال للاعب الجناح الايمن ليوركا ميروزالاز في هذه المحاوله، لكن لحد الان الحارس المصري راه يؤدي في ادوار كبيره وموفق في اغلب تدخلاته. مندوي كريم يظهر في هذه الصوره. جديدة للعام اللي تم وبسرعة، ويبقى الحارس المصري بكير محمد يظهر بقوة في هذه المباراة، يتمكن من توقيف 4 مباريات وجه لوجه على مستوى دائرة 6 أمتار، وسرعة التوغل سرعة الانطلاق واسم فارض نفسه الفريق المصري، فارض نفسه بقوة أمتار. تعزيز كبير للعمل على مستوى دائرة 6 أمتار بالنسبة لإسلام يتمكن استرجاع الكرة والزين على الزين في هذا الهجوم المضاد. الفريق المصري مسيطر سيطرة مطلقة على المجريات المقابلة. محمد علي إذا المتر 95 قوي، إمكانيات تعديل استغلال هذه الفترة متوفرة. 7 أمتار أمام القوة والتأثير المعنوي للحارس المصري هندوي كريم. زندهار يحاول يركز ويسدد بطريقة موفقة. تابع فيما يخص هذا العمل، عمل مهارة فنية عالية. 7 أمتار من تنفيذ الأحمر يمثل الركزة الأساسية للفريق المصري، ما يوجد صعوبات كبيرة، يتحكم في كل أوضاع هذه المباراة. تبقى الكرة لصالح الفريق المصري اللي هي آخر كرة. تعديل النتيجة. جيشا فيليب اللي ما لعبش المقابلة الثانية، جيشا فيليب رقم 6
يتمكن من استغلال هذه الفرصة، قطع الكرة، كرة تصل في ظروف صعبة للفريق المصري، يتمكن من استرجاع سرعة العودة إلى الدفاع. سمعتم أن يستمر زيادة في سرعة التنفيذ في توصيل كرات، وهذا منتظر الفريق المصري يلعب بمستوى عالي جدا. البسيوني محمد وفرصة على مستوى الجناح يوركا يتمكن بعد صعوبات كبيرة من إيجاد الحل أمام، والكرة تروح بسرعة. هناك لاعب متحرر لكن يفضل مواصلة العمل على انفراد. هيرتسكا يقود لفوق 6 أمتار، وصعود سريع للفريق التشيكي، لكن عودة منظمة وموفقة للدفاع المصري. وهنا بسيوني يتعرض لتوقيف لمدة دقيقتين. جيشا وتوصل الكرة للجناح الأيمن بعد عمل جيد وموفق للخلفي لينهار. شوبول وآخر، ويبقى فريق المصري يمكن له متابعة كبيرة للكرة. الفريق المصري تكون ضعيفة دون تأثير وتوصيل الكرة في ظروف جيدة بعد هذا العمل. عايز ترجع الكرة بسرعة، عايز ترجع الكرة وتحرير اللاعب المحوري، تحرير هجوم مضاد، لكن كريم كان حاضرا وسباقا في استرجاع هذا، لا يجد إمكانية تمرير الكرة إلى الجناح. الأحمر هذا ما يمنعوش باش يستعمل مهارات فنية وتسجيل في اللحظات الأخيرة. هذا لن يمنع الفريق المصري من الوصول إلى المرمى. لا، كرة كانت جانبية من الناحية المعنوية، كان الفريق المصري محتاج إلى هذه الكرة. مباراة ترضي الجمهور، ترضي الفنيين، ترضي الإعلاميين، في أداء متميز، أداء مش جيد، عالي جدا للفريق المصري الذي تمكن من الفوز بالمباراة الثانية له بنتيجة 27 مقابل 24، وهذا بعد فوزه على الفريق المنتخب الجزائري ب 34 مقابل 10.